السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الحريره ديال واحد المناسبه. جاتني كوموند بغيت نشاركها معكم. كما كتشوفوا هنايا عندي 10 كيلو ديال المطيشه اللي جبتها وغسلتها وقطعتها بحال هكا على 4 وغادي نديرها باش تسلق. وعندي هنايا 4 ديال الرباطي ديال قزبر ومعدنوس، راني جبتهم ونقيتهم وغسلتهم وخليتهم يتسقطروا شويه. عندي هنايا كما كتشوفوا الربيطه ديال الكرافس اللي انا غسلتها وخليتها فازكه في الماء شويه حتى تحيد من هذاك الحص وداك الشيء، عاد نولي نصفيها ونقطعها. هذه حريره ديال واحد المناسبه باش تعرفوا، ديال واحد العرس. عندي هنايا كيلو ديال العدس اللي جبتو انا وجبتو وغسلتو ونقيتو وغسلتو وخليتو يفزق. هذه الكميره ديال المطيشه ديال 10 كيلو ديال المطيشه. عندي حك ديال المطيشه كما كتشوفوا عايشه ديال الكيلو. عندي نص كيلو ديال الشعريه. عندي بصراحه الكوزينه صغيره ما قديتش نحط كلشي في دقه واحده، كنحيد شي نحط شي نحيد شي نحط شي. غير قبلوا عليا الاخوان، الله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم. واللي عجبو الفيديو دير لي لايك. عندي هنا كيلو ديال الحمص اللي جبتو فزقتو، يبات مفزق من الاحسن. انا مع هذا الحمص جاتني داكشي على غفله، فزقتو بالنهار قيل فازك وفي الليل نصبت الحريره باش تصبح الصباح طايبه. كما كتشوفوا عندي هنا الكيلو ديال اللحم اللي جبتو قطعته طريفات صغارين. بالنسبه للحم ديال الحريره كتبغي اللحيمه مخلطه، شويه فيها داك الهبيله، شويه العظيمات، شويه اللحيمه، باش كتعطي واحد البنه زوينه. صافي دابا خليكم معايا، غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نبدا التحضيرات. كما كتشوفوا جبت واحد الكوكوت كبير، هذه عندي كوكوت كبيره فيها 8 يطرو. غادي ندير فيها داك الحمص، غادي ندير كيلو الحمص كامل وغندير اللحم كامل. غادي نخوي داك الحمص حتى هو وغادي نضيفهم مع بعضياتهم. غنزيد عليهم معطريه وداكشي باش نديرهم يطيبوا. هنا زدت عليهم واحد البصله مشلضه رقيقه، وزدت عليهم معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكركم ومليحه. غادي نزيد عليهم شويه ديال التوابل ديال قزبر ومعدنوس، شويه الكرافس. بهاد الطريقه هذه راه الحليه دغيا كتوجد، ما كتاخذش منكم وقت طويل. يعني ملي كديروا هاد الطريقه وكتسدوا على كلشي في كوكوت، ملي كتبغيو دوروا الحليه دغيا كتهدي معاكم دغيا كطيب، ما كديرش الوقت. صافي كما كتشوفوا دابا غادي نمرقها وغادي ندير على الطيب على النار. صراحه هاد الكوموند هادي واخا الثمن ماشي شي ثمن يعني كبير، ولكن فرحت بها. قلت لي ما علاش ما نديرش، زعما ندير معرفه مع الناس. مره انسان يحتاج شي حاجه يجي عندي مرحبا به. مطيشه هنا انايا سلقتها، خليتها بردت واحد شويه، وانا طحنتها. ما بغيتش نديرها في الطحانه ديال الضو، درتها في الطحانه اليدويه. كتجي الحلة في الصراحه ديال الطحانه اليدويه كتجي زوينه. هنا عندي طنجير كبير، درت هذيك مطيشه كامله. دابا غادي نضيف البصله. بالنسبه للبصله عندي 2 كيلو د البصله. هذيك البصله راه انا طحنتها في ديك لاله مولاتي في الهاشوار.
دابا غادي نبدا نبريباري الحريره ديالي. عندي واحد العدس اللي كان مرطب، غنضيفو على ديك مطيشه واخا تشوفوا الكميه كبيره ما تخلعوش منه، راه عادي بحال الكميه الصغيره بحال الكميه الكبيره. الانسان خصو يخدم عقله والسلام. عندي معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه كبيره ديال الابزار، ومعلقه ديال الكركم. صافي غادي نضيف التوابل كامله. بالنسبه هنايا الحمص ديالي هو طاب، هو داك الحيمه ما تخليوش تيتهرى بزاف باش يجي هو هذاك مع داك العديسه وداك مطيشه وداك البصيله. صافي هاد المكونات هادو كامله غادي نضيفها على بعضياتها، وغادي نرد الطنجره تغلى في واحد الفورمو على حسب الطنجره. عندي كبيره غادي نردها تغلى. نتوما كما كتشوفوا الحيمه هي طايبه ولكن ما مهرياش بزاف. ها نتوما الحمص ها هو طايب ولكن ما مهريش. الحيمه كما كتشوفوا حتى هي راها طايبه ولكن ما مهرياش، تبقى شويه شاده راسها. نتوما عارفين الحريره ديال اللحم ديال الحريره كيبغي يكون شاد راسو شويه. صافي كما كتشوفوا هنا عندي الربيع انا قطعته، الكرافس عندي بوحديتهم. وهاد الطريقه راه ما نقولكمش كيفاش جات الحريره، الناس اللي داوها راه شكروها بزاف. الربيع بالنسبه للربيع من الاحسن ما تطحنوش دائما. الحريره ما كتبغيش الربيع مطحون، كتبغي الربيع يكون مطقطق، يعني شويه هذا بالموس. صافي دابا غندير نضيف النص ديال ديك الكميه ديال الربيع، غادي نضيفها مع ديك الكرافس وغادي نضيفها على الطنجره الكبيره. هانتوما كما كتشوفوا خويت هذيك الحمص والحيمه، ودابا خويت عليهم نص ديال الكميه ديال اللي عندي ديال الربيع. صافي غادي نخلي الطنجره تغلى مزيان حتى يطيب داك العدس، تندمج المكونات مع بعضياتها. وغادي نمر معكم الطريقه كيفاش غادي ندورها. غير قبلوا على اختكم وساندوها، الله يجازيكم بخير. بالنسبه للزيت غادي ندير كاس ديال الزيت، وغادي ندير واحد 5 دراهم ديال السمن الحار، شي 2 معالق هكا كبارين ديال السمن حار. بالنسبه للناس اللي عندهم موفر في الدار 2 معالق كبارين، حيت انا درت كميه كبيره تقريبا 100 زلافه والزايد اللي جاتني. وما شاء الله جات زوينه وما نقولكمش كيفاش جا المذاق ديالها. هانتوما كما كتشوفوا هي دي الحليه ديالنا. غادي نخليها تغلى واحد شويه مزيان، شي ساعه هكا المكانه، وغادي نرجع ليله باش نضيف عليها المكونات الاخرين اللي باقين عندي. هنا مطيشه ديال الحك راه انا خويتها في واحد البانيو، واحد الاناء مثلا، وغادي نزيد عليها كما قلت لكم. غادي نضيف عليها واحد الطاسه كبيره ديال الماء ديال الماء. في الطاسه ديال العيشه غادي نزيد نعمرها بالماء ونضيف على ديك المطيشه. عندي كيلو ديال المطيشه د الحك حيت الطنجره عندي كبيره. صافي دابا غادي نضيفها على الطنجره اللي عندي. هانتوما كما كتشوفوا الحريره راه حميمره عاطيه اللون ديالها، وراها كطيب. يعني انا خليتها تطيب على خطره، واخا بلا مطيشه راه حميمه. دابا غادي نضيف عليها مطيشه ديال الحك. كتعطيها واحد اللون زوين. وعندي هنا كيلو ديال الطحين، انا ما خلطتش كيلو كامل، نقص منه تقريبا واحد 2 كيسان. صافي كما كتشوفوا تضيفوا عليه الماء شويه بشويه. نتوما عينكم ميزانكم مع التخليطه ديالو شويه بشويه باش ما تجيكمش حريره ثقيله. الا كانت
الا كانت التخليطه ثقيله راه الحريره غتجي ثقيله، الا كانت التخليطه بين وبين خفيفه شويه راه غتجي حاجه زوينه، حيت الحريره حتى كنطويو عليها عاد كتقال. والربيع هذا غادي نزيدو دابا عاد غادي ندور الحريره باش كتبقى ديك البنه ديال الربيع باينه في الحريره. يغلى واحد جوج غليات وغادي ندور الحريره. هانتوما كما كتشوفوا انا هنا قبل ما ندور الحريره دابا ضفت الربيع، ضفت الربيع الاول، غادي نضيف دابا الربيع الثاني اللي غنديرو في الاخر. حيت الحريره انا ما دورتهاش هذيك الساعات ملي طيبتها حتى الصباح، هذه كتشوفوها باغا ما كتغلاش، هي دابا غادي تغلى وغادي نبدا ندور الحريره ديالي. سمحوا لي على التصوير، نتوما عارفين كنصور غير من التليفون، ما عندي لا الرينغ لايت لا حتى حاجه، داكشي شويه كنتعذب. صافي هنا غادي ندور الحريره مزيان نخليها تغلى.